هنعمل بيتي فور بدون بيض، طعمه بيرفكت يا جماعه، بجد طعمه رهيب. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. هاتي بوله انزلي فيها بكوبايه ونص زبده في درجه حراره الغرفه، وانزلي معاها بكوبايه الا ربع سكر بودره وباكيت فانيليا، اخفقيهم كويس قوي لغايه لما تاخدي مزيج كريمي. ضيفي معاهم نص كوبايه حليب او حبتين بيض، بس بالحليب افضل. اسمعوا كلامي واعملوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. هنخفقهم مع بعض، بعدين هنضيف الدقيق، هياخد معانا في حدود 550 جرام دقيق. بعد ما بننزل بالدقيق هنجمعه كله مع بعض وناخد عجينه طريه ما فيهوش بيكنج باودر نهائي. هنجيب كيس حلواني وقمح او بلبله مقاس 7 او مقاس 6 حسب المتوفر، بس افضل 7 على فكره. هتاخدي قطعه من العجين، حطيتي البلبله في الكيس، حطي العجين فيه، اضغطي على الكيس من فوق، وبعدين هاتي صواني او سجان قطعي فيها العجين كده وردات. الفرن على درجه حراره 180 مسخنه مسبقا، بياخد في حدود 10 دقائق. بتاخدي التسويه بتاعته زي ما شفتوا، محمر من تحت شويه ذهبي كده وفوق. بعد ما يبرد بنلزقه بالمربى او بالشوكولاته، وبعدين بننزله فورماسيل بقى في جوز هند براحتك.